تخيل يا بنت هو احمد الشار عمل ايه؟ لغى اجازه عيد 6 اكتوبر في سوريا، اليوم اللي بالنسبه لنا كمصريين والمفروض كسوريين يوم نصر عظيم، اليوم اللي علمنا فيه على البعده وخدناهم ورا خط بارليف طلعنا لهم الخرطوم وعملنا معاهم الجلاشه، البيبه جه قرر انه يلغي اليوم ده وما يعتبروش اجازه، ليه يا عم؟ طلع علينا رئيس الحكومه بتاعهم قال لك احنا ما نلغي اليوم ده عشان عندنا اجازات كتير، واحنا عايزين نجد ونشتغل ونزود عجله الانتاج، على الطلاق انت اللي عجله، حبكت يعني تزود عجله الانتاج في اليوم ده بالذات، طب كنت الغي شم النسيم، الغي عيد الام وكل واحد امه عنده في البيت بيحتفل بها في اليوم اللي هو عاوزه، او حتى نزلنا يا عم يوم الجمعه بارت تايم، ما تتريقش بقى علينا يا عم ده كفايه. ايوه يا احمد اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لما تهزر قال لك الموضوع ده ملوش اي علاقه خالص بالسياسه، تعالى تخش في عيب ايه يعني؟ انت مش عامل كده عشان ترضي صاحبك النتن؟ يعني يوم واحد هو اللي هيزود عجله الانتاج؟ قفلت يعني معاك على سخين الشاورما الزياده اللي هتعمله في اليوم ده؟ ولا انت عشان عارف ان اليوم ده مضايق الثراء وعايزه تمحي من التاريخ، عايزين ينسوا العالم ان نتعلم عليهم وينسوا الجلاليب الكستور اللي لبسوها، تيجي انت كده بمنتهى السهوله تعمل لهم اللي نفسهم فيه؟ هم بيجوا عايشين معاك طالعين داخلين عليك كده في ارضك عمال على بطال، فانت مش عايز تضايقهم، مش اما تغير طب من جارك الرئيس السيسي، ولا انت مش اما تغير غير من تحت باطك؟ ما بتغيرش من المخابرات المصريه اللي في نفس اليوم اللي انت لغيته هم جايبين اسراء وامريكا والحركه عشان نوقف الحرب على اخواتنا، يعني مصر جايبهم يوم 6 اكتوبر عشان تبوظ لهم الحلم اللي لما يخططوا له بقالهم سنين، لا وفين؟ في شرم الشيخ عشان تطلع لهم نفس الخرطوم اللي طلعته لهم قبل كده عند خط بارليف وتكسر عينهم، وانت يا اخويا بمنتهى السهوله كده جاي تلغي اجازه اهم عيد عندك، وده في التزامن مع نفس التوقيت اللي هم ما ياخدوا فيه ارضك. لا ده انت مش جايب ثوره بقى عشان تحرر سوريا، ده انت جاي عشان تسلمها للي ما يتسموا. والله يا ربنا يكون في عون الشعب السوري وينصر، وطلع من اسد شمال ووجع في مراته. يلا يا بيه على النت والشارع وشيروا له وابعتوا له.